السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم غريبية سهلة وبسيطة جدا وتذوب في الفم. هنا عندي كيلة مخلطة سمن وزيت وزبدة، يعني درت 3 مع بعضهم. تقدروا ديروا كيلة سمن وحدها، كيلة زبدة وحدها، ولا كيلة زيت وحدها، فهمين؟ يعني ولا تخلطوا السمن والزبده ولا الزيت والزبده، ولا في 3 كما درت انا، مع كيلة ناقصه 2 صباع تاع سكر، رشه ملح، شويه فاني، مغرف قهوه فاني، و3 مغارف جلجلان. وتقدروا تزيدوا الكاوكاو الى عندكم كاوكاو محمص. هذه هي المقادير. راح نخلطهم مليح، نمحروهم باليد. انا درتهم هنا في البيترا، نتوما تقدروا ديرهم باليد، يعني الا ما عندكمش البيترا تخدموهم في اليد. تطلع بهذا الشكل، هذاك السمن ولا الزبده ولا الشيء اللي درتوه مع هذاك السكر. ومن بعد راح نضيفوا 3 كيلات نتاع فرينه. في البدايه نلوح ندير كيلة الاولى، نخلطها الكيلة الاولى. السكر كلاصي درت كيلة ناقصه 2 صباع. ومن بعد هنا نضيف الكيلة الثانية نفس الشيء، رايحه نخلطها مع السمن والسكر. والكيلة الثالثة راح نضيفها بالتدريج بشوية. هنا ملاحظة، كي ديروا الكيلة الثالثة كي نديروها بشويه، نشوفوا الى العجينه الفرينه نتاعنا تشربت هذيك الزبده ولا السمن ولا الزيت، يعني باش استعملتيها وجات شويه يابسه، ما يلزمش تجي لينه، ما يلزمش العجينه تاع الغربيه تجي لينه. هنا راني نضيف فيها كيما راكم تشوفوا بشويه هكذا. هنا جربت 2 حبات، الى هذوك الحبات في الفور تحلوا تهبطوا كيما راهم دركا، نزيدوا شويه فرينه. الى بقاو شادين رباحهم رايحين نكملوا. اللي تعرف يعني ومتعوده اللي ديرها مالفه كما يقولك عينها ميزانها. والمبتدئات يجربوا صح حبه في الفور، الى طاحت يزيدوا الفرينه. هنا راح ندير الغريبيه. انا درت هنا شكلين، الشكل الاول الغريبيه العاديه، شوفوا كيفاش راح نشكلها. راح نحط الكف تاع اليد تاعي تاع اليسرى، ونحط اليد اليمنى، ندير الصبع ندوروا على هذيك حبه الغريبيه، وبقيت صبع ثاني ندورهم، ونحرك اليد الفوقانيه فقط اليمنى، ونخلي التحتانيه هذيك ما تتحركش باش تعطينا هذاك الشكل. هنا راح نعاودها لكم، شوفوا كيفاش. وقبل كي تجوا ديروا حبه الغريبيه هذيك العجينه نديرها في يدينا مليح هكا بين الكف، كيما نقولوا حنا نديرها مليح، نعجنها مليح في يدي، في الكف تاع يدي، ومن بعد نشكل. شوفوا هنا راني قربت لكم كيفاش راح ندير الشكل تاع الغريبيه. شوفوا صباعي كيفاش، وشوفوا اليد الفوقانيه هي اللي تحرك تدور في حبه الغريبيه، واليد التحتانيه راهي حابسه هكذا. وهذا هو الشكل تاع الغريبيه نتاعنا. من بعد ما شكلت هذيك الغريبيه التقليديه نتاعنا، راح درك ندير الغريبيه تاع الطابع. هنا الغريبيه تاع الطابع، شوفوا كتبان لكم هذه الغريبيه التقليديه. العجينه تبان لكم راهي يابسه ومفته، بصح رانا في البرد، الحال شويه بارد، الزبده راح تجمد، بصح كي نعاودوا نستعملوها ولا نحلوها بيدينا ولا بالحلال رايحه ترجع كيما كانت. بالنسبه للطابع، الا درتو ما درتوش الجلد، الشكل نتاع الحبه رايح يجي هابط. شوفوا هنا درتها بلا كيس، يعني بلا كيس فوق العجينه، درت الطابع مباشره على العجينه. شوفوا كيف تجي كما يقولوا هابطه. دركا راح ندير الجلد، كي نحط الجلد فوق العجينه وندير الطابع راح تجي بومبي من فوق، تجي منفخه شويه هذيك الحبه نتاع الغريبيه او العجينه هذيك تجي شويه منفخه من فوق. هنا بعد ما كملت جبت بياض البيض. بالنسبه للساع الغريبيه هذيك المدوره التقليديه ما نديرلهاش القرفه انا، هي هكذا كي طيب وتكمل نديرها شويه قرفه. جبت بياض البيض درته فوق الغريبيه تاع القلوبه، ومن بعد حطيت فوقها شويه كاوكاو مقلي او محمص، كيما تقدروا تحطوا فيها جلجلان، هنا لكم الاختيار.
ومن بعد راح نحطها في الفرن الطيب ونخرجوها. بعد ما نكمل كامل الحبات، الفرن راني كون سخنته مسبقا. هذه هي كيفاه شكلها. دركا هنا راهي طابت، شوفوا الغربيه نتاعي بعد ما طابت. راح ندير لها شويه قرفه برك من فوق. هذا هو الشكل النهائي نتاع الغربيه، تجي هايله ماشي يابسه وبنينه، ومام تقعد كي تخملوها هكذا ديروها في علبه، حطوا لها طرف خبز. الا جاتكم شويه يابسه حطوا لها طرف خبز. وراح نشوفوا هنا كيفاه شكلها. نعطيكم ملاحظه، كي ديروا العجينه وتجيكم يابسه 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 كامل، زيدوها شويه تاع زيت باش تقدروا تشكلوها. الا جاتكم يابسه ما قدرتوش تشكلوها، ضيفوا لها طرف او شويه من الزيت. وهذه هي الغربيه نتاعي. راح نتلاقى معكم في فيديو واحد اخر ووصفه جديده، والى اللقاء، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. هاك رو جي استري، رو جي استري هاك.